عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معايا وصف عيش الفينو زي المحلات بالظبط، زي الفران، ويفضل معاكي هش وطري لتاني يوم. هنشوف معانا المكونات دلوقتي، بس نصلي على الرسول ونحط اللايك والشير والاشتراك في القناة. معانا كيلو دقيق، هنشيل منه قيمة نص كوباية دقيق على جنب. معانا ربع كوباية زيت وعلبة زبادي وربع كوباية مية. ومعانا هناخد من الازازة دي شوية خل. اول حاجة معانا كيس خميرة فورية. تمام. اول حاجة عايزين ننشط الخميرة، فهنعمل ايه؟ هنفضيها في ربع كوباية مية ونحط عليها معلقة سكر. هنفضي الكيس الاول اهو زي ما انتوا شايفين كله. ربع كوباية المية دي تكون دافية. تمام كده اهو. هنحط معانا الكيس كله اهوت، اشتريه من عند سوبر ماركت، من عند العطار، متوفر يعني. وهنحط معلقة شاي كده سكر، معلقة بتاع الشاي صغيرة هنحطها سكر اهو. هنضيفها على الخميرة والمية ونقلبها ونسيبها معانا شوية على ما نجهز المكونات تكون الخميرة نشطت وعملت فوم كده على الوش. تمام. نقلبها كويس اهو، السكر مع الخميرة مع المية، نحطها على جنب بقى ونسيبها اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ نحط المكونات دي. اول حاجة اللي هي نص كوباية دقيق، هنحط عليها كوباية مية ونرفعها على النار ونفضل نقلب 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 لحد ما تدوب معانا كده وتبقى زي الكريمة اهو بالشكل ده كده اهي. دي تركاية بسيطة هنعملها على العيش الفينو في العجينة بتاعتها، هتخليه طري ويفضل هش وطري معاكي لتاني يوم. اول حاجة هنحط الكيلو دي في الطبق اهو معانا. انا جايبة كيلو دي اهو، خدت منه اللي هو نص كوباية دقيق، ومعايا حطيت بقية الكيلو دي اهو في الطبق. تمام. وهبدأ اضيف باقي المكونات واحدة واحدة. هحط معايا علبة الزبادي اهو، ومعايا ربع كوباية زيت. تمام. وهنحط ديت هنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان تخليه هش من جوه كده وطري اهو. مش هنكتر، دي معلقة الشاي مش هملاها قوي اهو. تمام. وهحط قيمة برضو معلقة صغيرة من الخل اهي، انا عارفة اعيرها فما كترتش، قيمة معلقة صغيرة. تمام. وهحط بقى ايه اللي انا عملتها اللي هي النص كوباية دي على كوباية المية اهي معايا اهو. فضيها كلها زي ما انتوا شايفين على الخليط اللي انا عملته، الدقيق وباقي المكونات اهو. وبعدين بعد كده هاخد معايا الخميرة اخر حاجة هحطها، وهزود المية حبة حبة. ليه بقى؟ اني انا مش عارفة نوع الدقيق ده هيشرب معايا على طول ولا هيحتاج مية كتير، بيختلف من نوع لنوع. فانا عشان مش عارفة نوعه بدأت اقلب المكونات مع بعض، وبعد كده هبدأ اضيف المية حبة حبة. ولازم يا جماعة بالايد يعني، او عندك عجان مفيش مشكلة، ما عندكيش اعملي بايدك عادي. تمام. او هزود المية معايا حبة حبة. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تعملوا اللايك وتصلوا على الرسول عشان القناة تكبر بيكم اهو. هبدأ اقلب واحدة واحدة معايا اهو كده. لسه محتاج مية تاني، هديله برضو مية تاني، بس زي ما انا قلت بحط حبة حبة عشان ما لقوش في الاخر بقى سايل معايا كده ومحتاج دقيق تاني ومكونات تاني والدنيا تبوظ معايا. لا، واحدة واحدة لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه اهو. هضيف شوية مية تاني اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وهبدأ اعجن اهو. وزي ما انا قلت عندك عجان برضو مفيش مشكلة، ما عندكيش هو مش متعب يعني. هو الكيلو دي مش متعب معايا يعني، مش كمية كبيرة اهو. هبدأ الم اللي حواليه كله اهو
في الاخر كده انا عايزاكي تخليه يعني ايه في نسبة، يعني بيلزق حاجة بسيطة جدا. ليه؟ عشان يديني طراوة اهو. وقت انا عجنتها كلها شايفين العجينة معايا بقت عاملة ازاي؟ طرية اهي، وتلزيقة بسيطة جدا بس مش بتتشال في ايدي برضه اهو. هبدأ احطها في الطبق واحط على وشها طبقة زيت خفيفة كده عشان ما تنشفش اهو. وهبدأ اغطيها بفوطة واسيبها معايا لحد ما تخمر، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت عليها فوطة نظيفة وهسيبها لحد ما تخمر ربع ساعة كده، وطبعا الجو حر، وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. اهو بعد ما خمرت اهي قدامنا معانا ايه ما شاء الله عليها. هنبدأ نهبطها ونطلع اي هوا منها خالص اهي، اهي خالص اهي اهو. نشيل. شايفين التلزيقة البسيطة دي؟ دي هتخلي العجينة طرية وكويسة معي. او هبدأ اشيلها بقى خالص من الطبق، بس هبدأ احط على الرخامة بالفرشة كده زيت، حاجة بسيطة كده، عشان هبدأ اقطعها كور واسيبها. فعشان اما اقطعها كور واسيبها واجي اشيلها بعد كده ما تلزقش معايا في الرخام اهو. هبدأ بقى اخد العجينة احطها معايا كور زي ما انت حابة حجم الرغيف معاكي اهو. هي الكور عملتها اهي، طلعت معايا حوالي 27 كورة تمام. بغطيها واسيبها ترتاح برضو مش كتير، 10 دقايق كده اهو. رجعت لكم تاني كانت ارتاحت. شايفين يعني انا بعمل بايدي وبتاخد وتدي معايا ازاي؟ شايفين اهو. اعملها على شكل مستطيل كده اهو، وابدأ بالراحة كده الفها زي اسطوانة كده اهو اهو، عشان تبقى معايا هشة من جوه ومفرغة اهو. وابدأ اقفل كويس الحتت اللي تحت دي ومن الجناب، واخلي التقفيلة بتاعتها لتحت ما خليهاش لفوق، اخليها لتحت واقفل كويس اهو. هعمل واحدة كمان تاني معاكم اهوت اهو بايدي. شايفين اهو، بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو بعمل بالنشابة اهو، بس هي سهلة جدا اهو. وابدأ برضو نفس الموضوع الف بالراحة خالص اسطوانة اسطوانة معايا اهو، واقفل من الجناب واقفل من تحت. هعمل باقي الكمية وهرجع لكم تاني عشان ايه الفيديو والوقت ما يطولش اهو. عملت باقي الكمية وحطيتها في صواني. ومعايا دلوقتي بقى ايه بقى التركاية اللي انا عرفتها من بتاع الافران. انا سألته قلت له انا مش عايزة احط بيض ولا لبن على وش الفينو، اعمل ايه عشان يديني نفس اللون بتاعكم؟ قال لي بتجيبي معلقة زيت ومعلقة سكر وشوية مية وتقلبيهم مع بعض وبفرشة او في بخاخة وترشي فيه بيه على وشه كده قبل ما يدخل، هيديكي نفس الحمار واللون اللي هو بيطلع في المحلات. هي دي التركية البسيطة اللي بيعملوها بتخليه يبقى نفس اللون بالظبط اهو. دلوقتي اهوت انا عملته بيرتاح شوية وبدخله الفرن وارجع لكم تاني اهو. يا جماعة انا عملت حوالي منه هو 27 رغيف. عملت شوية قيصر كده زي الولاد كانوا عايزينه كده زي القرص كده، وعملت شوية فين. شايفين الطراوة اللي فيه؟ طري جدا وهش ومفرغ من جوه اهو، ويفضل معاكي لتاني يوم. انا بس عملت ايه؟ غطيته بفوطة وخلاص. شايفين اللون ومتوزع حلو ولونه عامل ازاي اهو. وادي الفينو اللي هو الرغيف اهوت. شايفين الطراوة واخد لون من تحت ولون من فوق. شايفين اهو، وهشي ومفرغ من جوه، وتحشيه اي حشوة انت عايزاه اهو. وفضل معايا لتاني يوم طري وجميل، والولاد كلوه ولا سخنت ولا عملت فيه حاجه اهو. شايفين مفرغ اهو مورق من جوه معايا ازاي اهو. متنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. شوفوا معايا الوصفات الجديدة. مع السلامة.